السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المتابعين متابعين قناة بحرين ميكس. اليوم شرحنا راح يكون عبارة عن تركيب اللي هو السنسر هي حق المضخة. ينزل ماي اوتوماتيك، يعني وقت ما تشغل الماي يشتغل اللي هو البام الموتور، ما عاد ما تبند الماي يبند. او قبل كان مركب هذا، الحين انا اخذت له هي سنسر حجم اصغر. طبعا ما في بينهم في السعر فرق واجد، بس هذا انا عندي يقولون افضل، فراح نجربه الحين ونراويكم شلون طريقته. طبعا طريقة تركيب الواير ماله تحتاج تركيز شوي، بس على ما اركب السنسر فوق هنا الحين ابى اخبركم. لازم تحتاجون هذه القطعة بعد سبيسر اساس، لان هذه انش واحد هني الحجم انش، وفوق يعتمد على تحويلتك انت، هل هو انش الا ربع او نص انش، يعتمد تختار انت التحويله. على العموم الحين راح اركبه على اساس بعدين اراويكم توصيلة الوايرات. طبعا بالنسبة لتوصيلة الوايرات، الواير اللي جاي منه اللي هو السنسر ده الازرق مثل ما تلاحظون، اللون الازرق اللي هو النيوترال واصل الى الكهرباء المباشرة، اللي هو اللون الاحمر اللي يغذي الكهرباء، يعني اللي جاي من تحت زين او من الكهرباء مباشر. واللون الازرق اللي يجي من الكهرباء مباشر رايح الى اللون الاحمر تبع البم تبع المضخة. واللون الازرق اللي جاي من المضخة اللي هو من البم رايح الى اللون الاحمر او البني تبع السنسر. واضح؟ اللون الازرق جاي من اللون الازرق من السنسر جاي الى الكهرباء المغذي الرئيسي، واللون الازرق من الكهرباء المغذي الرئيسي رايح الى اللون البني او الاحمر تبع المضخة او البم. واللون الازرق اللي تبع المضخة رايح الى اللون الاحمر تبع السنسر، ويشتغل تمام. ويعطيكم الف عافية.